المسلسل في حاجة غريبة، في المسلسل مخلياك عايز تتفرج عليه وبتستناه بفارغ الصبر رغم ان احنا ما بنحبش نشوف. تعالوا نتكلم عن سفاح الجيزة او سفاح اي مكان، بس هو المسلسل بجد شدني قوي. انا اتفرجت على مسلسلات كتير بس مسلسل شدني جدا. المناظر مرعبه، المناظر بتاعه القتل مرعبه، والقتل بتاع مامته لما كانت بتقتل باباه ده الحاجات اللي خلتني اتضايقت والله قوي. اتضايقت من الطريقه ازاي تحط ايد الهون كده بشكل غل قوي. انا معرفش القصه الحقيقيه ان مامته فعلا كده ولا لا. اشربي ميه. اكوا توك اشربي ميه. ميه بتفرق جدا في حياتك. 2000 years later. يعني ازاي بس هو انتوا ليه مستكترين على احمد فهمي النجاح؟ والله العظيم شخصيه جميله، ماليش دعوه بشخصيته الحقيقيه، انا مالي، بس هو شخصيه بيعرف يمثل. انا تابعته في مسلسل سر البيتع في رمضان، كان حلو وكويس جدا وبيطور من نفسه. انتوا شايفينه في القالب الكوميدي وبتقولوا عليه لا، ساعات في ناس بتقول عليه دمه مش خفيف. انا شايفه ان دمه كويس جدا يعني ينفع في الكوميدي وينفع في الحاجات الرعب. انا شايفاه يعني ابدع في المسلسل ده بصراحه. مسلسل في حاجه غريبه في المسلسل مخلياك عايز تتفرج عليه وبتستناه بفارغ الصبر رغم ان احنا ما بنحبش نشوف مشاهد قتل. يعني مشاهد الخوف دي بتاعت القتل دي مش حلوه. وايه الدافع اللي يخليه يقتل اصلا؟ يقتل مراته. طيب هي زنانه، هي متعبه، هي رخمه، يقتلها ويحطها في الديب فريزر طب ايه طب ليه كده؟ واي حد يضايقك تقتله؟ اي حد يخنقك تقتله؟ في حاجه غريبه، في حلقه مفقوده في الموضوع ده. ومثلا البنت اللي هي اخت بسنت شوقي، انا مش فاكره اسمها ايه الممثله، قولوا لي رايكم في الكومنتات. الممثله اللي هي بتمثل دور اخت نادين، الممثله بتمثل دور نادين دي رهيبه جميله جدا، بس بتمثل بقى دور اخت نادين اللي هي مراته. ملناش دعوه يعني. ممكن يكون واحنا ليه ما بنحبش يعني بنحب ننتقد. انا ممكن انتقدها ان انا ممكن تكون هي مش عجباكي مثلا، يعني او نادين عجباكي اكتر. نادين مثلا بتمثل بطريقه هاديه شويه او ساكته شويه، مش اوفر. هي ممكن تكون التانية دي اوفر، وارد والله ممكن تكون اوفر، بس مش درجه حمله الاوفر اللي عليها دي. الحمله اللي عليها اوفر اصلا، ان كل بوست تعينين البنت دي اوفر في تمثيلها وبتقول وكده. مش عارفه يعني، انا ما حسيتش انها اوفر، حسيت انها عاديه جدا يعني هي ما ابهرتنيش وفي نفس الوقت ما ضايقتنيش، يعني عادي، رد فعل عادي. باسم سمرة ده كل المسلسلات بيبقى عسل والافلام بيبقى جميل قوي، بس هو طبعا المره دي انا مش حاسه ان هو مولع الدنيا زي كل مره، مش عارفه ليه. هو كويس وممثل رهيب، يعني رهيب وممثل مفيش كلام عليه اصلا، بس معرفش يمكن هو دوره ده محتاج ان هو يبقى هادي شويه او سهل شويه او مفكر شويه، مش عارفه. ممكن لان هو باسم سمرة احنا متعودين عليه على مسا يا رؤوف، اللي هي الشقاوه دي، متعودين على الشقاوه، متعودين على الدلع بسرعه على طول بيتكلم بسرعه، على طول بيعمل مواقف كتير وبيشقلباظات كده في كل وقت. فهو جاي النهارده في دور الضابط اللي بيدور على محيي او على جابر او على قذافي، محدش عارف هو بيدور على ايه، وعنده مشكله مع ابنه ده. تحس ان هو بيجلده، محسسه ان هو السبب في ليه ابنه بيقول انت لو كنت جبت عسكري ما كانش زمان مامي ماتت. نعم والله بجد، يعني هو العسكري ده خدام سوري يعني بيشتغل خلاص، يعني الدرجه دي ملناش دعوه بقى، يعني مش كده مش لازم يعني مامتك قضاء وقدر ان هي توفت في وقت زي ده عادي.
بس اللي هو انت بتحاسب باباك على كل حاجه ليه؟ هو مش هو اللي قتلها، ومش هو اللي ضربها بالنار، او مش هو اللي خبطها بالعربيه. ربنا اللي مقدر ان هي تتوفى خلاص. يعني ايوه هو ولد في مراهقه، في مرحله المراهقه، بس انا واضح ان باسم سمره بيقدم دور الاب اللي هو بيحب ابنه بالزياده بس مش عارف يعمل ايه. لان طبيعي جدا الام غير الاب في التربيه وفي الرعايه وفي العنايه. حتى لو تلاحظوا بيطلع باللبس المدرسه، مفيش ام تغسل له هدومه، او مفيش ام تهتم بالتفاصيل الصغيره اللي في حياته دي. فعلشان كده حتى الاب بيبقى محتاس، مهما كان الاب ده كل حاجه، مهما كان شخصيه قويه في شغله وفي كل حاجه، هيجي عليه وقت مش عارف يعمل دور الام. الرجاله ما بتعرفش تعمل كل حاجه. الرجاله من غيرنا ما تعرفش تعمل حاجه. اكيد يعني احنا بنعرف نعمل حاجات كتير هما ما بيعرفوش يعملوها. توتال شخصيات المسلسل ومامته اللي دايما تختلف عن مع اي حد انت تبقي ازاي بتعيبي في ابني ده، انا ابني ده مفيش زيه. فكرني بالحموات الفاتنات، انا يعني مع احترامي لكل الحموات، ازاي ده انا ابني احسن واحد في الدنيا. رغم ان هو يعني ميكونش احسن واحد في الدنيا، يكون مطلع عين البنت اللي معاه او الست اللي معاه، ومامتها تخذلها مامته تخذلها، تقول لها انا ابني احسن، انت بتعيبي في ابني انا، انت بتعيبي في ابني انا كده عشان هو ابنها الوحيد. مع ان ابنها الوحيد ده بلغ عنها، ابنها الوحيد ده هو الشاهد الوحيد على جريمتها مع باباها. ابنها الوحيد ده هو اللي اخد منك البنت اللي كانت بتساعدك، وانتي عارفه انه ممكن يكون اذاها او قتلها، انتي مش متاكده بس انتي عارفه ان هو اللي خفاها، صح؟ زي ما انتي عارفه ان هو اللي خفى مراته وغيرها ولفق تهم وقضايا لغيره وغيره. القصه الحقيقيه بقى، هل فعلا هي فيها الكلام ده؟ لا طبعا ما فيهاش الكلام ده. القصه الحقيقيه محبوكه بطريقه تانية. احنا عندنا حبكه دراميه ممتعه المسلسل تحفه، وانا مش عارفه هو يكمل لحد حلقه كام بصراحه، بس احنا بقينا بنستناه من جمعه للجمعه او الخميس للخميس. قولوا لي لو في مسلسلات تانية حلوه تحبوا نتكلم عنها. انا عجبني ريفو جدا، هنتكلم عنه في الحلقه الجايه، وفي مواضيع كتير هنتكلم عنها. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام.